السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. طبعا خلاص اوشكنا على نهاية امتحانات الثانوية العامة والشهادة الأزهرية الثانوية. طبعا تبدأ بقى وقت المصايف، ناس بالفعل موجودة في المصايف حاليا وناس تانية بتجهز نفسها، علشان طبعا الناس اللي هتيجي عندنا هنا اسكندرية، والناس اللي هتبدأ انها تروح مطروح، الناس اللي هتبدأ ان هم يشرفونا بالسلامة وكل سنة وانتم طيب. ولكن في حاجة مهمة لازم يعني الناس كلها تعرف. معظم الناس بتستخدم طبعا صن بلوك علشان خاطر طبعا حامي وقايم للشمس والكلام ده. طيب انا مش النهارده مش جاي اقول لك على نوع صن بلوك معين ولا على درجه SPF معينه. استخدم اي صن بلوك، مفيش اي مشكله خالص، وان كان ممكن نبقى نعمل حلقه عن الموضوع ده. ولكن انا عايز انبه لحاجه معينه. في ناس فاكره ان هي هتدهن مره من الصن بلوك وخلاص وهيعيش بقى طول اليوم بشويه الدهن اللي دهنهم دول. فالموضوع ده انا عايز اقول ان هو غلط خالص وغلط جدا كمان. وفي ناس كمان بتروح دهنه كده ونازله على طول في الشمس، ده برضو مش مظبوط ومش هيديك النتيجه اللي انت عايزها. فخليني اقول لكم على حاجتين مهمين جدا لو انت هتستخدم الصن بلوك في الصيف. الحاجه الاولانيه، او نخليهم ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان درجه SPF 45 30 70 80 100 مش هتفرق معانا احنا كمصريين، فاستخدم اي SPF تلاقيه، مفيش اي مشكله، واي نوع تلاقيه مستورد مصري مفيش مشكله. طيب النسبه العاليه دي بتبقى عشان بره، يعني ال 100 وال80 والحاجات دي بتبقى عشان الناس بره طبعا، يعني من اقل شويه شمس بيبهدلوا جدا يعني، انما احنا بالنسبه لنا فمش اي مشكله، اي نسبه تكفينا. تاني حاجه وهو طريقه الاستخدام. انت ما تستخدموش مثلا مرة واحدة في اليوم، لا، استخدمه كل ساعتين. لازم تدهن طول ما انت موجود في الشمس، كل ساعتين لازم تدهن منه طول ما انت موجود في الشمس او تمشي في الشمس. النقطة التالتة، وهي ما تدهنش وتروح نازل في المايه، ما تدهنش وتروح ماشي في الشمس على الأقل من ربع ساعة لتلت ساعة قبل التعرض للشمس. فدول كانوا 3 نقط مهمين جدا قبل استخدام أي صن بلوك. طبعا في فرق بين الصن بلوك والصن سكرين، ممكن نبقى نتكلم برضه عنهم بعد كده، ولكن ال3 نقط دول مهمين بمناسبة طبعا الصيف والمصايف. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى يكون الفيديو مفيد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير للفيديو. ما تنساش انك تشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون مفيد، واتمنى يكون افادكم ويكون جه في وقت ان شاء الله. اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.